هذا النص بعنوان سحب. كانت تتشكل أوجها وحيوانات وشجرا، كانت تتشكل أوجها وحيوانات وشجرا، بيوتا وعيون أمهات، فرسانا قدماء وفتيات، مراجيح وابتسامات. كنت أراها قصيدة لم تكتمل، مراجيح وابتسامات. كنت أراها قصيدة لم تكتمل، فرت من دفاتر شاعر قديم، من بين أوراقه المتبقية في خزانته السرية، فرت قبل أن يرميها الناس إلى سلة المهملات. الأطفال رأوها حلوة كالحلم، حلوة لم تتحقق لهم ذات مرة، وها هي تلوح لهم من السماء. الفتيات رأوها فستانا للرقص، فستانا مضى به العمر وهو يضيق ويتوسع في دولاب الأحلام. كانت وبكل نبل تتشكل ظلا لغريب يمشي في طريق طويل، تتشكل دون أن يعرف سر هذه النسمة. وكانت تتشكل لروح قاسية كمتاريس ودروع تحارب عن بعد ضراوة الحياة. سحب كانت تتشكل ناصعة كالحقيقة أو مجردة من المعنى، ضوءا للتائه وتجريدا للفنان، حضنا للعاشق وأسفا للعبيد، قطنا كما يراها شخص لا يعرف الشعر، وهلاما خاما كما تراها الكيمياء. كانت تفشي طغيان اللون الأزرق على السماء، تمنعنا أن نتساءل بشغف يمكن أن نعتري سحابة، وتصنع فينا خيالات صغيرة، خيالات سرعان ما نتخلى عنها مع أول خيبة على الأرض. كان قطيعا أبيضا في كل يوم يتشكل من جديد، في كل يوم يجرب أن يكون أسيرا، لكنه سرعان ما يشعر بالأسف، يقرر أن ينعتق حرا في لون آخر، وعندما لا يستطيع ينتحر ببطء على سفح جبل. شكرا.